السلام عليكم. لو انا عايز اغير من شكل الكارد اللي انا عامله هنا، الكارد ده معمول له شادو وليه شكل ومحطوط له تايتل، فانا عايز ان انا اخلي الكارد ده الطرف هنا ده يبقى راوندد، الطرف هنا ده كده يبقى راوندد. فحاجه بسيطه ممكن اعملها ممكن تحسن من شكل الديزاين اللي انا عامله. فخلينا نكليك على الكارد ونروح على الفورمات. من الفورمات هختار سايز اند ستايل، وهلاقي في حاجه اسمها فيجوال بوردرز. طب انا مش عايز اضيف بوردرز، لا بس هي لازم تضيف البوردرز، تعملها اون. هيضيف هنا لو عملت كليك عمل بوردرز اهو، تمام. وانا مختار هنا جواها ان هي تبقى راوندد، يعني هنا انت بتتحكم في الراوندنج. لو انت مخليها هنا الراوندد كورنرز زيرو، هنا كده خلاص مفيش اي راوندد كورنرز، فانت بتتحكم فيها لغايه ما تشوف شكل الراوندد كورنرز المناسب بالنسبه لك. فانا ممكن اكون مثلا هو ده المناسب بالنسبه لي، فانا بغير هنا جوه سايز اند ستايل جوه الفيجوال بوردرز، بختار هنا ان تبقى راوندد كورنرز، وخليت لون البوردر نفسه جراي مش اسود، عشان انا اوريدي عامل شادو، فانا مش عايز ان هو يبقى فيه بوردر لونه اسود غامق مع الشادو اللي انا عامله فيظهر بشكل مناسب. طب انا غيرت هنا البوردر بقى، هل انا محتاج اعمل ده في كل كارد وفي كل تشارت؟ لا، مجرد ان انا بقف على الكارد وبختار من هوم فورمات بينتر وبدوس على الكارد تاني، هنلاقي على طول حصل له اهو الشادو والراوندنج. لو الشادو كده كان موجود الراوندنج حصل، فهنا برضو نفس الكلام. مجرد بكليك وعلى الشارت نفس الكلام لان نفس السيتنجز موجوده، بكليك على فورمات بينتر وهلاقي ان كل الشارتس والكاردز بقت راوندد. ممكن تكون مناسبه بالنسبه لك ان هي تبقى راوندد او لا، بس انا بوريك الاوبشن نفسه ان انت ممكن تحسن من شكل الداشبورد باجراءات بسيطه او سيتنجز بسيطه تقدر تعملها جوه الداشبورد. هتلاقوا لينك موجود مع الفيديو في تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها، تخش على اللينك وشوف التفاصيل، وان شاء الله نشوفكم دايما على خير في فيديو جديد. شكرا لكم. السلام عليكم.